اسمعني يا حوت. 2026 مش سنة عادية خالص. دي سنة الصحوة. سنة بتقولك كفاية لعب دور الطيب على حساب نفسك. في بداية السنة هتحس بطاقة متلخبطة شوية، كأنك تعبان نفسيا أو مستنزف من ناس خدت منك أكتر ما اديتك. بس التوهان ده مش ضعف، ده استعداد لمرحلة أقوى. في حاجة جواك بتقفل صفحة قديمة، علاقة أو شغل أو فكرة كنت متمسك بيها، والسنة دي بتقولك سيب عشان تاخد الأحسن. على مستوى الشغل والفلوس 2026 فيها فرصة مهمة بس مش سهلة، يا إما تغيير مكان يا إما تغيير تفكير، وفي شخص أقدم منك أو صاحب سلطة هيختبر صبرك. ولو اشتغلت بعقلك مش بقلبك هتطلع كسبان قوي. نص السنة التاني هيبان تحسن مادي واضح بعد قرار جريء كنت مأجله ومتوتر منه. عاطفيا خليك صريح، انت داخل السنة دي وانت مرهق. لو مرتبط، يا العلاقة تدخل مرحلة جد قوي وحسم، يا الحقيقة تظهر ومش هتعرف تكمل. ولو سنجل، في شخص هيظهر فجأة هادي ومختلف وتأثيره مش بسيط. علاقة محتاجة وقت ومحتاجة منك تبطل تضحي أكتر من اللازم. ورسالة السنة ليك واضحة، انت مش مسؤول تنقذ حد غير نفسك. مش كل اللي بيقرب منك محتاج حب، في ناس محتاجة حدود. أول ما تتعلم تقول لأ، حياتك نفسها هتتظبط لوحدها. الخلاصة إن دي سنة شفاء بعد تعب، قرارات مصيرية، فلوس بتيجي بعد ضغط، علاقات يا تكمل بصدق يا تنتهي نهائي. والأهم إن قوتك النفسية راجعة واحدة واحدة. لو حسيت إن الكلام ده لمس حاجة جواك، سيب لايك واكتب في التعليقات أنا مستعد ل2026، وخليك متابع لأن اللي جاي للحوت مش قليل.